أنا النهارده طالع أكلمكم عن القصة بتاعت الطفل ياسين، ولكن بطريقة مختلفة عن المتداول على الميديا. ولكن سريعا كده وباختصار، اللي ما يعرفش القصة بتاعت ياسين، هو طفل صغير في مدرسة خاصة. المدير المالي أو المسؤول المالي بتاع المدرسة دي بيتراوح سنه ما بين ال60 لل70 سنة، أو من ال70 لل80 سنة. الشخص ده كان بيعمل فعل فاحش في ياسين لمدة سنة كاملة. الموضوع بتاعه اتعرض على المحكمة واتعرض على النيابة، والقضية بتاعته خدت ما يقارب السنة شغالة، ولكن القضية بتاعته اتحفظت. النيابة العامة أصدرت قرارها بألا وجه اللي العامة بيقول عليه او رجل الشارع العادي يقول عليه حرص لعدم كفايه الادله مع عقيد الواقع النهائي، يعني الواقع منذ البدايه. يعني منذ البدايه كان متحدد لها جلسه، ويعني النيابه ما حفظتش القضيه زي ما لا القضيه ماشيه في التحقيقات وجدت جنايه، لان في تقرير طب شرعي اثبت ان في اعتداء، ثم القضيه نقوله برجل الشارع حفظت القضيه. الموضوع بتاعه اتفتح من جديد وعمل حاله على مواقع التواصل الاجتماعي. طلعت كل الناس بتطالب بحق ياسين. مشترك في الجريمه دي مديره المدرسه ومدرسه من المدرسه والداده بتاعت المدرسه والشخص اللي حصلت منه الجريمه دي. الشخص اللي عمل كده بيقال والمتداول على الميديا ان هو مش مسلم، وفي بعض الناس بتحاول تعمل حاله على الميديا انهم يخلوا الموضوع متعلق بالدين مش بالانسانيه والجريمه اللي ارتكبت. وفي مؤثرين كتير طلعوا اتكلموا في القصه دي وقالوا ان الموضوع ملوش علاقه بالدين، وانما الموضوع ليه علاقه بالاخلاق والانسانيه والعداله والقصاص، وان دي جريمه وارتكبت سواء كان اللي عملها مسلم او غير مسلم، فهي في كل الاحوال بتعتد جريمه ولازم يتاخد الحق فيها. ده كده باختصار ملخص القصه اللي دايره، سواء كانت على الميديا او القصه بتاعت ياسين. نيجي بقى للجانب الثاني من القصه. المشكله مش في ياسين لوحده، المشكله في اشباه ياسين، الناس اللي تشبه ياسين. ياسين اغتصب جسديا والموضوع بتاعه اتعرف وتداول والناس عرفته، ولكن بالنسبه للحالات اللي شبه ياسين، الناس اللي بتغتصب مش جسديا بس، الناس اللي بتغتصب جسديا وبتغتصب فكريا وبتغتصب مهنيا وبتغتصب عمليا وبتغتصب نفسيا وبتغتصب بيئيا، دي كلها حالات ممكن تكون موجوده عندنا في مجتمعاتنا ومحدش يسمع عنها ومحدش يعرف عنها. القهر اللي اتقهره ياسين ممكن اي شخص في الدنيا يتقهر، ومش شرط يكون طفل، ممكن يكون طفل، ممكن يكون شاب، ممكن يكون راجل كبير. لان من تفاصيل القصه بتاعت ياسين انه تعرض للتهديد، لو اتكلمت هنعمل وهنسوي فيك او في باباك او في مامتك. طبعا لان هو طفل صغير فخاف على باباه وخاف على مامته وخاف من التهديد اللي تعرض له. احنا عندنا كام حاله في المجتمع بتتعرض لنفس الاضطهاد ونفس الظلم ونفس القهر ونفس الحاله، حاله الاغتصاب المهني او الاغتصاب الفكري او الاغتصاب النفسي اللي تعرض لها ياسين. طب ياسين الموضوع بتاعه اتعرف على الميديا والناس عرفته. الحالات اللي عندنا اللي موجوده حوالينا واللي ما نعرفش عنها حاجه، هل حيكون عندها الشجاعه بانها تطلع وتتكلم، ولا هتخاف من التهديد اللي بتتعرض له؟ الحاله بتاعت ياسين مش مجرد حاله منتشره ترند على الميديا، وانما الحاله بتاعت ياسين هي حاله اثبات بان المظلوم حقه ممكن يرجع لو طلع واتكلم، ولا ممكن ما يرجعش. في حاله ان حق ياسين رجع، ده يكون دافع ليه بانه هو يطلع ويتكلم ويقول ويحكي، وفي حاله انه لا، ده يكون كفيل كفايه بانه يخلي اي حد مظلوم او مقهور او ليه حق عند حد ما يطالبش بيه. وتظل الحقوق معلقة إن لم تؤخذ في الدنيا فهتتاخذ عند رب العباد. وبرضه دي تكون رسالة لكل أسرة ولكل بيت، خلوا بالكم من أطفالكم، خلوا بالكم من اللي بيحصل معاهم، اتكلموا معاهم واسألوهم واعرفوا تفاصيلهم وتفاصيل اللي بيحصل معاهم برا البيت، عشان ما تتفاجئوش بكارثة ومصيبة تحصل معاهم وانتم ما تعرفوش. حالة ياسين اللي انتشرت هي جرس إنذار لكل أسرة ولكل بيت.